وده الشكل النهائي لعيش الطاسة. عملته بطريقة سهلة وناجحة، ويلا تعالوا معايا بقى عشان نعمله مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم العيش الشامي او عيش الطاسة. انا جبت كيلو دقيق، اي نوع دقيق متاح عندك بتجيبيه وتنخليه بالشكل دوت. معايا كمان مقادير معلقتين ملح صغيرين، معلقتين سكر كبار، معلقتين خميرة كبار. دي المقادير الجافة اللي هنستخدمها مع العيش. معايا كمان هنا 4 معالق زيت كبار، كوباية لبن، كوباية مية، وممكن نزود شوية مية تاني لو الدقيق بتاعك احتاج مية ممكن تزودي له مية تاني. في المقادير الجافة اللي هي الملح والخميرة والسكر على الدقيق، وهقلبها كده. اضيف الزيت 4 معالق زيت او نص كوبايه زيت صغيره كده، وهبدا ابس الدقيق بالزيت كده. ضيفي اللبن، ولو مش حابه تضيفي لبن ممكن تضيفي ميه. كوبايه لبن دافيه، لازم يبقى اللبن دافي والميه دافيه اللي هنضيفها على الدقيق عشان يتفاعل مع الخميره. والافضل ان انت تضيفي لبن عشان اللبن بيدي قيمه غذائيه حلوه للعيش وطعم حلو كمان. هضيف شويه من الميه من الكوبايه، هضيف نص الكوبايه وهعجن. وكل ما احتاج ميه ممكن اضيف شويه كمان لحد ما الاقي العجينه اتلمت معايا كلها في الطبق. ودوت بيبقى دليل ان الميه خلاص كده تمام والعجينه كده تمام، لما الاقي العجينه كلها اتلمت معايا وما بقاش فيه بقايا في الطبق اللي انا بعجن فيه ولا في ايديا كمان. خلاص كده العجينه اتلمت معايا، وهي خدت معايا كوبايه لبن وكوبايه وربع ميه بالحجم دوت، اللي هي كوبايه الشاي العاديه 250 مللي. اهي العجينه كده خلصت معايا. انا هحطها في مكان دافي، هشغل فرن البوتاجاز لمده 5 دقايق. احطها في الفرن، بس لازم الفرن يكون مطفي عشان تختمر معايا بسرعه. لازم تغطيها بغطا حابب كده عليها، او تحطي عليها قماشه عشان الهواء ما يخشلهاش فتخمر معاكي على طول. العجينه خلاص خمرت معايا اهي كده. انا هطلع الهواء منها كده وهاخدها بقى عشان ابدا اشكلها. هبدا اقطعها قطع صغيره عشان اعمل بيها رغيفه العيش. هيبقى الرغيف مثلا بالحجم دوت كده. هبدا افرده كده على ايديا وهلفه كده عشان يبقى مورق معايا من جوه او في قلب من جوه كده. وهبدا ارصه اهو كده. افردها، هبدا اخد من الاول واحده حطيتها هبقى معلماها، لازم تعلميها اول واحده حطيتيها عشان تبقي عارفه انهي واحده تبداي بيها. اهو العيش خلاص انا شكلته كده بالشكل دوت كور كده. عمل معايا 20 رغيف، وانا هغطيه لمده 10 دقايق لحد ما العجينه تهدى معايا. العيش كده انا هبدا اشكله، ودي اول واحده انا حطيتها اهي. هبدا ارش بقى هنا دقيق كده قدامي كده. لازم نحط شويه دقيق عشان وانتي بتعمليها بالنشابه ما تلزقش معاكي. تفرديها بالعمق او بالحجم اللي انتي حباه، بس تحاولي على قد ما تقدري وانتي بتعمليه بالنشابه ان انتي تطلعيه مظبوط معاكي عشان يبقى شكله حلو لما يستوي. الحجم بتاعه اهو كده. وهبدا احطه هنا هرصه، بس كل رغيف هرصه لازم اغطيه بعد ما ارصه. صينيه وسخنتها كده، وهبدا اضيف فيها العيش اهو بالشكل ده. الشمع من تحت بقلبه كده، ما استناش لما ياخد لون، لازم افضل اقلبه شمال ويمين كده. هيبدا ينتفخ معايا اهو. هبدا دلوقتي هضيفه هنا. انا جبت فوطه وقماشه وحطيت بقى العيش اللي انا بعمله بالشكل ده اهو. بضيفه هنا كده عشان لازم احافظ عليه يفضل طري. تهدي النار، وبعد كده بتروحي معلياها عشان لو حطيتي العيش على النار وهي عاليه قوي ممكن يتلسع منك، فبتهديها شويه وبعد كده بتعليها. الرغيف اهو التاني اهو بعد ما استوى معايا. وتخلي بالك اوعي تمسكي الرغيف بايدك وهو على النار لحسن تتلسي عشان هو بيبقى شايل سخونيه كتير. هبدا احطه هنا
انا كده خلصته بالشكل ده اهو. وكده هنفتحه كده نعمل بيه سندوتشات بقى كده اهو. تفتح معايا اهو الشكل النهائي للعيش. وبالهنا والشفا، واتمنى ان يعجبكم واتمنى تجربوا.